السلام عليكم حبيباتي وصحباتي متتبعاتي الغزالات، لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى تكونوا بالف خير ورمضان مبارك سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه. اليوم غادي نوجد معكم سفوف صحي بلا فورس، شيء جديد ومكونات عندها قيمه غذائيه مفيده. غادي نحتاجو الكيلو فرينه وشي رابعه تقريبا، لانه في التحمار والتغربيل تينقص. وغادي نحتاجو نص كيلو وشي رابعه ديال القمح. غادي نحتاجو الكيلو ديال كاوكاو وكيلو ديال اللوز، تقريبا نص رابعه ديال السكر كلاصي، رابعه صوجه، رابعه زرع الكتان، ورابعه إيلان. غادي نحتاجو النافع وحبه حلاوه والقرفه. وهنا عندنا كيلو ديال الجنجلان حتى هو محمر كيف ما كتشوفوا البنات. وغادي نحتاجو الرابعه ديال الجنجلان والرابعه ديال اللوز. هادو هما الاخرين غادي نخلوهم باش غادي نرميوهم في الاخير. كيف ما كتشوفوا البنات انا عطيت اللقانه كامله طحنتها من بعد ما صهدتها، ديتها عند العطار طحنانيه كامله مزيان وراني خلطتها مع السفوف ديالي. شوفوا اللون ديالو كيف تبدل. هنا البنات نص كيلو ديال القمح ديال الدار اللي غربلته مزيان اللي ولا على شكل بودغ. وهنا الرابعه ديال اللوز اللي هرمجته يعني حمرته سوا في المقله، ورابعه ديال الجنجلان، ونص رابعه ديال السكر كلاصي. وغادي نبداو بكاس ديال الزيت. كيف ما كتشوفوا البنات انا حركته من قبل والعناصر كامله انسجمت. هاد دابا غادي نضيف المكونات اللي بقات عندي. انا البنات ضفت القمح اللي غربلت من قبل واللوز اللي هرمشته حتى هو، ونص رابعه ديال السكر كلاصي. غادي نضيف 2 كيسان ديال الزنجلان وغادي نحرك الكل مزيان. اللي ما بغاش البنات يضيفوا ما كاين حتى مشكل، ممكن انكم ديروا العسل. انا هنا درت العسل الحر ودرت حتى السكر كلاصي. واخا البنات كتشوفوا هاد الكميه هذه ولكن راه ما كيجيش حلو، يعني كيجي رائع. البنات خاصكم تجربوه صراحه مفيد بزاف. كيف ما كتشوفوا البنات انا الكميه عندي ضاعفت. كيف ما كتشوفوا بديت كنحرك، ولكن راه غادي نقسم الكميه على 2 باش تخدم كل نص مزيان وندلكو مزيان حتى تنسجم العناصر. غادي نبدا ان شاء الله بكاس ديال زيت الزيتون وغنبقى غاديه وكنوريكم شحال تقريبا ضفت من كاس. هنا البنات قسمت المقادير على 2 وغادي نبدا ندلك فيهم مزيان حتى تنسجم العناصر مع بعضياتها. غادي نبدا بكاس ديال الزيت البلديه الاولاني وغادي نبقى ندخل فيه وانا تندلك حتى نحصل على واحد الخليط اللي هو منسجم والعناصر كامله طالقه الزيت ديالها. في الاخير كنحصل على واحد السفوف ما نعاودش لكم البنات، كيجي رائع جدا وصحي بدوك المكونات اللي فيه. دابا ان شاء الله غادي نضيف واحد المعلقه ديال العسل الحر وغنبقى ندلك مزيان حتى يبانوا لي العناصر راهم ينسجموا. هنا البنات ضفت الكاس الثاني ديال الزيت البلديه وغادي نضيف واحد المعلقه ديال العسل الحر وغادي نبقى ندلك البنات ندلك فيه مزيان حتى يتعلك حتى يولي معلك بين يديا. يعني وانا كندلك وتنقلب بصباعي كيبان لي انه ولا تيتشد، يعني كيتشد بين يديا. وكنبقى نكمل العمليه ان شاء الله حتى نسالي الدليك ديالو تنسجم العناصر. هنا البنات زدت المعلقه الثانيه ديال العسل الحر ونبقى ندلك حتى نحصل على واحد الخليط اللي هو منسجم ومعلق وتيجي فريمون معلق في اليد. والسفوف ديالنا وصلوا البنات واجد على حقو طريقو بنين صحي وتيشهي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وجربوه. بالصحه والسلامه، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات رمضان. السلام عليكم.